انا امي استلفت 800 جنيه من ناس جيراننا عشان خطيبي كان مسافر ومش هيرجع غير بعد العيد، فكان لازم نعزمه على الفطار في اول رمضان قبل ما يسافر. فماما اتصرفت في الفلوس عشان لسه ما قبضناش المعاش بصراحه يعني، وعملت كل اللي في وسعها عشان تعمل العزومه اللي تشرفني قدامهم. فما كانش متاح بالفلوس دي غير ان احنا نجيب سمك. هم حوالي 5 تنفار واحنا 4، وانتوا بصراحه عارفين اللحمه والفراخ هتتكلف كام لو حبينا نعمل يعني على العدد ده كله. ده غير الاكل الجانبي، لو عملنا صينيه مكرونه بشاميل، لو عملنا صينيه رقاق. ده غير ان احنا لازم هنجيب فاكهه او حاجه حلوه بعد الفطار. هم شافوا السمك على الترابيزه اول ما قعدوا، وزي ما يكون عفريت مسكهم. لقيته هو بيقول لي: ايه ده، حد ياكل سمك في رمضان؟ امال فين المحاشي والبشاميل واللحمه والفراخ؟ بضحكه كده فيها سخريه واستهزاء. ولقيت مامته اتعفرتت: لا لا لا، انا ما اكلش سمك، انا الدكتور مناني من السمك. ونفس الموضوع اخته وابوه. وكنا في نص هدومنا وهم قاعدين ما مدوش ايديهم في الاكل على السفره. انتوا بقى تصوروا الموقف ده وتصوروا انا شكلي عامل ازاي وسطهم. وامي اللي محدش جبر بخاطرها على وقفتها وتعبها وعملت اللي عليها وزياده، هتجيب منين؟ وهي بقى لها يومين حتى من قبلها عماله تحضر في السفره دي، وده اللي في مقدرتنا، ما بخلناش. المهم لقيته هو زعل وامه، وبقينا قاعدين كلنا محروجين على السفره. وجه هو ماشي، ده كمان ايه، مشيوا قبل صلاة العشاء عشان يلحقوا يروحوا عشان امه تاخد الدواء. وهو ماشي لقيته بيقول لي: ما يجي على علبة الكنافة اللي انا جايبها لك من اتوال، مش المفروض تعملي حاجة تشرفني قدام اهلي؟ ايه الكلام ده؟ ولقيته بيقول لي: المفروض المرة الجاية، او حتى كان المفروض من المرة دي تضغطي على امك عشان تعمل حاجة غير كده. انا بقيت من ساعتها حاسة ان انا، لا انا في كابوس، انا مش بجد، ما حصلش. ده احنا لسه مخطوبين في اول يناير، ما لحقناش. انا صحيح لسه ما عرفتش هو بيحب ايه ولا هما بيحبوا ايه، بياكلوا ايه ما بياكلوش ايه، بس برضو مش طريقه التعامل دي. انا لقيت بعد ما هما نزلوا لقيت امي ضغطها عالي، وبقت قاعده وكانت تعبانه جدا وكانت هتقلب معاها بجلطه لولا ستر ربنا علينا. وربنا العالم، احنا ايتام وامي ارمله من زمان، وما حلتناش غير المعاش، ما حلتناش لا حد يصرف ولا حد يجيب. طب كنا هنعمل ايه احسن من كده؟ ده كان اخرنا. ويا ترى اللي عمله ده كان هو ده اللي صح؟ كسر بخاطرنا كلنا ونزل هو واهله، وامي الغلبانه دي هتعمل ايه؟ بصراحه هو من ساعتها ما كلمنيش، وانا ما بقتش ادور عليه ولا اكلمه، وما اتصلتش وما رفعتش السماعه عليه. انا مش عارفه هو اللي صح ولا انا اللي صح، بس انا صعبان عليا امي وما احبش حد يجي جنب امي، وده اللي في مقدوري. فبقيت مش عارفه، انا بقيت مخنوقه، اكمل معاه واستحمل واقول هيمكن موقف وعدى وخلاص، ولا فعلا اللي انا اتصرفته ده صح وانا مش حتى مش عايزه اسمع صوته ومش طايقه وجوده في حياتي. مش عارفه اتصرف ازاي. انا في مشكلتي وفي حياتي دي مش عارفه اخد قرار. انا استحملت اكتر من 21 سنه وانا متجوزه، وللاسف انا من اول يوم اكتشفت ان انا غلط، بس استمريت لاني خلفت على طول. انا دلوقتي معايا 3 ولاد، 18 سنه و16 سنه و11 سنه. ومع الاسف جوزي عكسي في كل حاجه، ودايما مشاكل وطولة لسان وطريقه معامله وحشه. واغضب اروح عند اهلي وارجع، لان محدش بيقف جنبي، محدش بيبقى في ظهري. وحماتي عايشه معايا وبراعي ربنا فيها وبعملها بما يرضي الله، لكن للاسف هي بقى مش بتراعي ربنا فيا ولا بترضيه. وعلى طول شتيمه والفاظ وحشه، ويا ريت عليا انا بس، لا، ما هو انا عشان رجعت من اول مره محدش واخد موقف، لقيت الشتيمه دي في اهلي وفي ابويا وفي اخواتي وفي عيلتي كلها. وكل يوم على كده، لدرجه بقى ان وصلت ان كمان هو علم عياله، بقوا عياله كمان تعبي ومجهودي وسنين عمري راح، لانه بيوقفولي، بيزعقولي، يشتموني ويطولوا لسانهم عليا. طبعا ما هم شايفين ابوهم بيعمل كده وجدتهم بتعمل كده. وانا ابويا الله يرحمه مات وسابني وانا ماليش حد، وهو عايش لما رحت له برضه ما عمليش حاجه. فبقوا قاسين عليا اكتر، ما انا خلاص ماليش حد. مش عايزه اقول لكم المعامله اليوميه بتبقى عامله ازاي من ساعه ما نصحى لغايه ما ننام. وصلت لان الولاد لما ازعق لهم ولا حتى امد ايدي عليهم
يزيحوا ايديا ويزقوني ويشتموني ويشتموا اهلي كمان. طب ودي عيشه؟ ويا ريت شتيمه عاديه، دي شتيمه غريبه، واحد ما بيسمعهاش ولا بيعرفها. انا مربيتهمش على كده، لكن خلاص شاف ابوهم واتطبعوا بطبعه، وهو اللي بيقويهم وهم اللي بيقولوا لهم ما تسكتوش. اديكوا شايفين انا بعمل فيها ايه، ما تسكتولهاش. الله. طب والحل والعيشه؟ انا تعبت. انا فكرت اخد هدومي وامشي واسيب له البيت واسيب له الدنيا، بس اروح فين؟ انا اهلي غلابه وكل واحد في حاله. وحتى لو اتطلقت، طب هروح فين؟ ما انا ماليش مكان اقعد فيه، لا ليا اهل ولا ليا بيت. طب اغضب ربنا وانتحر؟ انا مش عارفه اعمل ايه. والعيال انا خلاص لا بقيت عايزاه هو ولا عياله، انا عايزاهم يسيبوني لغايه ما ربنا يفتكرني. لو ربنا يفتكرني دلوقتي قبل بكره يكون احسن من وشهم. فبقيت مش عارفه اعمل ايه واروح فين. انا نفسي اروح لحد او الجا لحد بشكل قانوني، بس انا معرفش السكه ومعيش فلوس. هو لا بيديني فلوس ولا بيديني حياه اصلا، واخد مني كل حاجه. فمش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي وارحم نفسي ازاي من الحياه دي اللي خلاص انا ما عدتش عايزاها ومش عايزاها ورفضاها.